إلى شعبنا والرأي العام. نمر اليوم بأيام حاسمة ذات أهمية تاريخية لمستقبلنا في سوريا ومناطق الإدارة الذاتية. لقد سقط نظام البعث الذي استمر 61 عاما لأنه لم يستطيع تحقيق التغييرات الديمقراطية ولم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعوب. لم يستطيع النظام تلبية الاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب السوري. كما نرى بأن الدولة التركية ومرتزقتها استغلت هذا الفراغ وبدأ بالهجوم على مناطقنا مرة أخرى. لقد تعرض شعبنا في الشهبة ومنبج للظلم والقمع الشديد، وتم النهب بممتلكاتهم واختطاف النساء، وتعرضوا لكل أنواع الانتهاكات. وما زال القصف والهجمات البرية مستمرة على مدننا وقرانا. لا تزال الأزمة مستمرة في سوريا، وعلى الرغم من أن القوة العسكرية المتمركزة في دمشق تدعي بأنها ستقوم الإدارة البديلة، إلا أننا كشعب لا يمكن أن نسلم دفاعنا وأمننا لقوة تتعاون عن قرب مع الدولة التركية وتتجاهل حرية المرأة، ولا لأي قوة أخرى في مناطق الإدارة الذاتية. تقدم قوات سوريا الديمقراطية تضحيات كبيرة لضمان أمننا وأماننا. قوات سوريا الديمقراطية هي قوة دفاعية المشروعية المكونة من الشابات والشباب الكرد والعرب والأرمن والآشور والسريان، والآن تخوض قسده مقاومة بطولية عظيمة ضد فاشية الاحتلال التركي ومرتزقتها. تجاه هذه التضحيات والمقاومة التي لا مثيل لها، لا يمكننا كقوات الدفاع الجوهرية أن نترك قواتنا لوحدها، إلى جانب أننا سندافع عن منازلنا وقرانا وأحياننا ومدننا من خلال التنظيم في كل مكان نتواجد فيه. سننضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية بلا أي تردد. لقد انضم العشرات من أعضاء هبجة وهبجة إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، وقاموا معهم في الجبهات الأمامية، وهذا دليل على أن قسده ووحدات حماية المرأة والشعب تمثلنا وكلنا قسده. الإدارة الذاتية تمثل وحدة حرية رغم كل محاولات دب الفوضى طيلة 13 عاما، وذلك لأنها تتولى دفاعها الذاتي بنفسها ولا تسلمها لأحد. وفي يومنا الراهن برزت هذه الحاجة أكثر من أي وقت مضى. علينا حماية أراضينا ومدننا وقرانا وأحياؤنا. الدولة التركية لديها نوايا خبيثة، إنها تريد احتلال وطننا وضم جميع أراضينا ومدننا وقرانا وأحياننا إلى الدولة التركية. لديها دواء خبيثة، إنها تريد احتلال وطننا وضم جميع سوريا كولاية تابعة لها، كما فعلت سابقا في عفرين وتل أبيض وسريكانية وجميع مناطق سوريا. فالدولة التركية تصرح بشكل علني أمام الرأي العام وتقول: أما تستسلموا أو إننا سندفنكم مع أسلحتكم. يعتبر هذا أكبر جريمة إنسانية، ويجب محاسبة الدولة التركية على أقوالها وأفعالها. هذه الأرض أرضنا، لم نأت من أي مكان آخر لنستقر هنا عن غصب. الذين توجهوا إلى أراضينا واحتلوها هم الدولة التركية ومرتزقتها المحتلين، فهم ليسوا أصحاب هذه الأرض، ونحن لنا أطماع في أرض أحد. الدولة التركية ومرتزقتها المحتلين فهم ليسوا أصحاب هذه الأرض، ونحن ليس لنا أطماع في هذه الأرض. لكن على الجميع أن يعلم أننا سنقاوم حتى آخر قطرة من دماؤنا ضد هؤلاء الذين يطمعون في أراضينا. نحن كقوة حماية الجوهرية هبجة ندعو جميع شعبنا إلى تنظيم حياتهم على أساس حرب الشعب الثورية وتعزيز صفوفهم بانضمامهم إلى قوات الدفاع الذاتي. نحن لا نخشى دفع الثمن، لأننا نعلم
إننا نحمي بلدنا ونبني مستقبلا مشرفا لأجيالنا من خلال التضحيات التي تقدمها. عاشت قوات سوريا الديمقراطية قسدة ويبجة، عاشت قوات حماية الجوهرية هبجج وهبجة، عاشت وحدة المرأة والشعوب، عاش القائد آبو. القيادة العامة لقوات حماية الجوهرية هبجج هبجة 3 كانون الثاني 2025.